السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مشتركين وأحلى مشاهدين، مرحبا بكم في قناة دينا. نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. وصفة اليوم هي وصفة سهلة واقتصادية وكذلك بنينة وتجي هشة وتذوب الفم، واللي هي حلوة بالتفاح. نتمنى إن شاء الله تعجبكم. حبيتوا تكتشفوا معنا هذه الوصفة، تابعوا معنا الفيديو للأخير. وإذا عندكم أي استفسار أو تساؤل اتركوه لي في خانة التعليقات أسفل الفيديو. وما تنساوش حبيباتي دعموني باللايك. وإذا كنتي أول مرة حبيبتي تدخلي للقناة أدعوك للاشتراك، وما تنسيش تفعيل الجرس باش تتوصلي بكل جديد وصفاتنا. وكذلك بارطاجيو الفيديو إذا عجبكم مع أصحابكم وأهلكم باش تعم الفائدة. بدون إطالة نفوتوا إلى مقادير وطريقة التحضير. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الوصفة نحتاج تقريبا 3 ملاعق أكل زبدة، عندنا 40 غرام كاوكاو محمص ومرحي، عندنا بيضة تكون صغيرة، عندنا 60 غرام سكر عادي، 160 غرام فرينة أو دقيق، وفانيلا. البنات هنا عطيت لكم المقادير بالغرام. والان كي نبداو التحضير راح نعطيلكم كل حاجه شحال بالكيل تاعها بالملعقه. كيما الزبده تقريبا 3 ملاعق اكل زبده، كي مش مليانين بزاف كيما راكم تشوفوا في الصوره في الفيديو. نخدموا هذيك الزبده جيدا. ثم نضيفوا لها كمية سكر اللي هي تقريبا راح تكون 3 ملاعق أكل سكر، اللي هي 60 غرام سكر. نخلط المكونات حتى تندمج جيدا مع بعض. الآن نضيف البيضة، نخلط البيضة مع المكونات حتى تندمج تماما مع تدخل البيضة مليح. ننساوش لافاني، أنا هنا استعملت لاغوم، ممكن استعمال أي نوع من الفانيلا. ثم نضيف الكاوكاو، كذلك راح يكون الكيل تاعو بالملعقة 3 ملاعق أكل، اللي هي كما مثل ما قلنا 40 غرام كاوكاو. تخلطي جيدا المكونات مع بعض، ثم نضيف الفرينة، حنكيلوها بالملعقة. الملعقة كما راكم تشوفوا 2 3 5 6 حوالي 7 ملاعق أكل فرينة. أنا هنا فيما بعد ضفت 2 ملاعق لأنه حسيت باللي العجينة شوية جارية. انتي خلطي وشوفي إذا كفات كمية الفرينة اللي هي 7 ملاعق اكتفي بها، وإذا ما كفاتكش ضيفي بالملعقة حتى تحصلي على عجينة لينة وطرية وما تيبسيهاش بزاف، ما تكون يابسه ما تكون طريه، المهم هي ما تجيش تتلاصق في اليدين. البنات هذا الخليط ما تعجنوهش بزاف، فقط لموا العجينه حتى تحصلوا على عجينه لينه ومتماسكه. نسيت ما قلت لكمش في الفرينه، انا ضفت ملعقه مش مليانه بزاف نتاع نشا، تقدري تضيفيها تقدري تستغني عليها. نغطيو العجين تاعنا ببلاستيك غذائي ونتركوها ترتاح. الوقت اللي نحضروا فيه الحشو نحتاجو 4 حبات متوسطه تاع تفاح، تقدري تستعملي 2 حبات كبار كيما بغيتي. نحتاجو نصف عصير نصف حبه ليمون، وملعقه اكل سكر. نقطعوا التفاح. بالنسبه للسكر على حسب، اذا تقدري تضاعفي، اذا كان التفاح حلو لا يحتاج ملعقة تكفي، أما إذا كان التفاح نوعا ما حامض أو ناقص حلاوة تقدري تزيدي السكر. هنا البنات أنا استعملت ملعقة صغيرة أو نصف ملعقة تاع قرفة، اللي ما يحبش القرفة يقدر يستغنى عليها ما يستعملهاش، فتعوضيها بلا فاني أو يمكن ما تزيدي ما تضيفي حتى حاجة.
نحطوهم فوق النار حتى نخلطوا الخليط حتى ينشف من السائل، من السيرو اللي فيه تاع الليمون مع السكر. ثم نفرغه في إناء ونتركوه يبرد شوية. في هذا الوقت نروح نحضروا الطبقة اللي تجي من فوق تاع هذا الحلوى. نحتاجو 2 ملاعق أكل تاع مارغرين تكون طرية. كيما راكم تشوفوا الملاعق ماشي مليانة بزاف بزاف. سكر نكيلو بالملعقة. راح نحتاجو تقريبا 3 ملاعق وشوية، يعني تقريبا 3 ملاعق ونصف. كاوكاو مرحي اللي هو 80 غرام بالملعقة راح يكون حوالي 6 ملاعق أكل. ثم نضيف الفارينة اللي هي حوالي 5 ملاعق أكل. نخلط المكونات مع بعضها، ولكن لا نتحصل على عجين، راح نحصل على عجينة لكن مرملة، تكون حبيبات حبيبات، ما تعجنيهاش وتلميها تولي كتلة، يعني مثل العجينة الطرية. راح تكون حبيبات حبيبات، وهي اللي راح نغطيو بها الحلوى تاعنا من فوق، ويجي الشكل تاعها جميل وتجي طرية وهشيشة وبنينة. كيما راكم تشوفوا هذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها هكذا. الآن هذه العجينة نتاعنا بعد ما ارتاحت نفتحوها بالحلال بين كيسين بلاستيكيين باش تسهل لك العملية. السمك يكون شوية ماشي رقيق بزاف وماشي خشين بزاف. ثم نطبعوها بقطعة أو طابع مدور. نحضر مول سيليكون أو مول تاع الكب كيك، أي شيء مثل هذا يفي بالغرض. هنا اذا شفتي بلي العجينه تاعك بزاف طريه وما قدرتيش تهزي القطع نتاعك وما ساعدتكش، تقدري بعد ما تفتحي العجين تخليها للثلاجه حتى تتماسك شويه، راح تساعدك باش تقدري تقطعيها وتهزيها وتحطيها في المول. كما راكم تشوفوا البنات نحطوهم كامل في المول باش يحكموا الشكل الدائري الجميل. ثم نحط كمية من الحشو حتى ننهيكم كل الكمية. هاد العجين يا البنات خرجت لي هاد الكمية، خرجت لي حوالي 20 حبة من هذه الحلوى. ثم نغطي السطح من فوق بالعجين اللي خدمناها قبل قليل هكذا كما تلاحظون. غطي كامل السطح ثم ندخلوها الفرن ساخن 180 درجة لمدة 20 حتى 22 دقيقة. ثم تشعلي لها من فوق تحمار شوية برك او لا تصفى، وبعد ذلك خرجيها وتركيها تبرد. كذلك عندي هذا النوع آخر من المول، ممكن انك اذا كان متوفر عندك تستعمليه بالطريقة هذه. تمسكي كمية من العجين وتحطيها في المول، تعدليها مليح غير بيديك، وتحطي كمية من الحشو وتغطيها كيما نفس الطريقة اللي استعملناها في المول السابق، برك الشكل يجي مختلف.
الان هاي ليك الحلوة تاعنا بعد ما طابت وبردت. ما تحاوليش تجبديها من المول تاعها حتى تكون باردة تماما باش ما تتكسرلكش، باسكو راح تكون بزاف هشيشة وهذا الحلوة. نزعيها كامل من المول ومن بعد نشوفوا طريقة التزيين كيفاش زيناها. هذا الشكل الدائري. الحبة ماهيش كبيرة بزاف، راهي متوسط الحجم تاعها. الان انا زينتها بطريقة بسيطة، رشيت عليها كمية قليلة من السكر الناعم، ثم عملت فوقها خطوط من الشوكولا، شوكولا عادي اي نوع شوكولا بغيتي وتكون جاهزة. هاي لك الحلوى تاعنا بعد ما زيناها كامل. حطوها في صحن التقديم وتناولوها بالصحة والراحة. طريقة الاحتفاظ بها يا البنات أكيد راح تكون في الثلاجة. كانت هذه الوصفة تاع اليوم، نتمنى إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تجربوها وتعطوني رأيكم. نشكركم بزاف على المشاهدة، نلتقي في فيديو قادم ووصفة جديدة، وإلى اللقاء.